بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اخواتي حبايبي، صباح الورد عليكم. بإذن الله كده أتمنى روتين النهاردة يعجبكم. زي ما انتم شايفين كده عندي أوضة أولادي. اللون الرصاصي ده كان عندي ستارة، تمام. الستارة ديت يعني واخداها من خالتي. فقلت نستغلها في ايه؟ طب نعمل ظهرية للسرير تدي لون تاني. يعني بصوا هتشوفوا كده المنظر دلوقتي عجبتني خالص. هي قطعتين، فخدت القطعة الرصاصي دي عشان الدولاب أبيض في رصاصي، تمام. بس فقلت هتبقى لايقة خالص. يعني ظهرية السرير فيه اخضر، فيه لون بني، فقلت هنخليهم رصاصي مع بعض كده تدي تجديد، نحس ان في تغيير. فرحة رمضان، يعني نعلم عيالي كده دخلت رمضان بتبقى ايه ده، ماما بتعمل تنجيد، ماما بتعمل ستاير، ماما بتعمل كده يعني. فدايما يبقى في فرحة زي ما احنا صغيرين ما كنا على طول كده تلاقي الانسان بيبقى فرحان، او فاهمين ازاي. بس خدت بقى الستارة ديت، خدت القطعة منها وسبت التانية، قلت ايه نستغلها في حاجة تانية. تمام كده خيطتها على ايدي، قلت نسرجها وبعد كده ايه نعملها على المكان. عملت بقى الظهريه الاتنين. بصوا شوفوا الاخضر ده وشوفوا البني، فهنخليهم برضو رصاصي. فيلا كده قومي اتنشطي، قومي كده في حماس انطلاق كده عشان رمضان. كل سنه وانتم طيبين. بعود الايام عليكم وعلى حبايبكم يا رب. عملتها بقى، بص الظهريه عملتها اتنين، يعني هي القماشه دي كفت معايا وزادت كمان، يعني كفت وزادت قطعه تاني منها. قلت برضو هنستغلها الستاره، هنستغلها الحاجه. الأوضة على طول ايدي فيها، يعني الأوضة أوضة عيالي، صالة كده، يعني على ايدي في الشقة على طول عشان قاعدة في الدور الأخير، وبعدين عشان ما يبقاش في تراب الكلام ده يعني. فعلى طول تلاقيني بقى ايدي ننفض هنا نعمل هنا. كمرة ما نحبش القعدة، يعني نحب نشتغل، نحب يبقى النظافة نحسها في بيتي على طول. بس ادي كده واحدة، وعملت برضو التانية. على فكرة التجديدات حلوة خالص. بصي ده حاجه من بيتك انت، ولا اشتريتي ولا عملت حاجه من بيتك. ولقيت جمسرة دي اللي اختي كانت مديهاني ما كنت في وجه بحري، قلت نطلعها نفرشها بقى ايه، نخلي العيال كده نحسسهم ان في رمضان فعلا. فاللهم بارك يا رب. يجعله شهر كريم علينا وعلى المسلمين يا رب، اللهم امين. رمضان كريم عليكم، الله اكرم علينا جميعا يا رب. بس ففرشته بقى. بصم حسيت فيه بهجة، حسيت كده لا اتغير. قولوا لي برضو في الكومنتات انت ايه رأيكم. انتوا المراية بتاعتي، يعني انتوا عارفين انتوا اخواتي وقلبي كلكم، والله ربنا يعلم بمعزتكم عندي. فقولوا لي برضو في الكومنتات ايه رأيكم كده، يعني تغيير، يعني مرة كده مرة كده، عشان ما تبقاش الحاجة ثابتة على حاجة واحدة، او عيني شايفة بحاجة واحدة، يعني اللي ثابتة خلاص انا شايفة على طول اللون ده قدامي. فالتغيير برضو مطلوب في اي حاجة في البيت، هتنجلي كرسي، هتنجلي ترابيزة، ده كله بيدي راحة نفسية. والراحة النفسية بقى الله لما تاخديها الصبح كده، بصي ده ساعة زمن كنت مخلصة. يعني ما تقومي الصبح من النوم كده افتحي الشبابيك، خدي هوا ربنا. في البرد في البرد جددي عشان الشقة ما تبقاش مكمكمة، او اوضة او صالة على حسب اللي عندك. خدي هوا ربنا كده، يبقى في انطلاق، يبقى في حياة، حاجة حلوة يعني. شلت بقى الصور دي ملك اللي كانت معلقاهم، قلت لا عشان حرام، انا كده كده مش عايزه نزعلها، بس لا حطيت آية قرآنية يعني احسن. بس وفرشتهم، والله ما خدوا معايا حاجه خالص. اهم حاجه تكوني انت صاحيه نشيطه. كوبايه لبن حلوه كده، شوفي بتاخدي فيتامين ايه، وخدي فيتامين كده بتاعك من بعد سن ال30 لازما ده تاخدي فيتامين لازما. تاخدي بعصير بقى، تاخدي بكوبايه لبن بس بعد الغدا، وهتلاقي نفسك هتبقى نشيطة، هتبقى كويسة. وعشان تقدري حتى تعملي شغل بيتك داخل رمضان الصيام، اعملي من دلوقتي عشان شعبان بياخد من رمضان. اللي هتعمليه دلوقتي هترتاحي في رمضان. تفرزات والحاجة دي بصي يعني حاولوا ما تفرزيش برضو، الحاجة طازة احسن. ممكن بس تعملي عجينة طعمية، ممكن تعملك حبة فول، لكن الخضروات والحاجة ديت لا، والله الفايدة بتاعتها بتروح اليوم بيومه كده. ايوه حاجة الاسبوع ممكن، لكن واليوم بيومه برضه، لكن حاجة الشهر والشهرين ديت، عارفة لو جايبة فراخ مش هتلاقي فيها الدسم بتاعها، جايبة خضار هتلاقيه كده زي الحاجة الميتة بالظبط. هتسهل عليكي رمضان وكذا، نص ساعة مش هتاخدي حاجة. بالعكس انت في رمضان مثلا هتظبطي يومك، شوفي بتصحي الساعة كام، هتظبطي صلاة تراويحك، هتظبطي يومك، فده يبقى كله خفيف عليك. ارمي حملك على ربنا وهو هتلاقي كل حاجة اتيسرت معاكي.
انا والله كنت زهقانه الفتره اللي عدت عمال نقول لكم القناه والكلام ده، بس عارفه انت اللي هو ايه، انا فعلا كنت مضغوطه، اللي هو حسيت بس كده، عارفه نقول امي لو جنبي هتساعدني، اختي لو جنبي هتساعدني، وخاصه ان خالتي كمان كانت تعبانه، فربنا يشفيها ويشفي كل مريض يا رب. فحسيت كده قلت ايه ده، ايه اللي انا بنعمله ده؟ يعني الانسان لازم أن يراجع نفسه حقيقي. طب الناس ذنبها ايه ان ادهم طاقه سلبيه؟ طب الناس ذنبها ايه ان انا كل شويه نقول لهم القناه؟ انا بنعمل اللي ربنا جل عليه سبحانه وتعالى، اسعى يا عبد وانا اسعى معاك. بس ساعات تلاقي الواحد كده اتخنق، او تلاقي نفسك زهقتي، فالحمد لله رب العالمين على ربنا يجيبه. قولي لي بقى ايه رايكم في الكومنتات، انا حاسه ان هي فرقت خالص خالص خالص. ايه الجمال ده الاوضه بتاعت عيالي دي. مش مصدقه، بجد حلوه عجبتني حقيقي. التغيير مطلوب والله، ما جبتش اي حاجه من بره، هي الستاره وعملتها زي ما انتم شايفين، ستاره قديمه يعني مش جديد. هناخد برضو القطعه التانية استغلها في حاجه. قولوا لي بقى ايه رايكم في الكومنتات. انا حاساها كده حلوه، وفتحت فتحت الشبابيك، هو شباك في الاوضه، وسيكتها كده، وعلى فكره تحت السرير على طول انا بنزحن لهنا، انتوا عارفين اختكم يعني ما نقعدش في حته. بس كده حاساها كده، لا فرقت حقيقي. عايزه كل اخت بقى اللايك، عايزه الكومنت الحلو ده، دعميني بالمشاهده للاخر، كتر الف خيرك، شاهدت لي الاعلانات، شيرت لي الفيديوهات عشان عائلتنا تكبر بقى. فربنا يخليكم ليا وما يحرمنيش منكم ابدا يا رب. وكده الدولاب اهوت، انا حاسه بقى الالوان بقت متناسقه مع بعضها، ما عادش الاخضرات والاحمرات والاصفرات دي، لا انا حاسه كده الالوان متناسقه مع بعضها. هي يعني بصراحة أنا كنت عايزة نعمل حاجات كتير في الشقة، بس انتوا عارفين برضو ان الشقة مش بتاعتي، ما نقدرش نلعب فيها او نغير جدار نغير حاجة، فالحمد لله رب العالمين. دخلت بقى على المطبخ، قلت نعمل كبد وجوانس، فقطعت بصلاية حلوة كده مع فلفل اخضر مع طماطم. كبد وجوانس غسلها بملح، غسلها بخل بليمون، عشان تبقى بيضة وحلوة كده، تحسها ايه، لا بتتكلم عن نفسها فعلا. بس برضو كمون فلفل، هنحط مكعب دجاج، هنديها صدمة كده، وبعد كده ايه هنخليها بقى نوطي عليها لما تطيب براحتها. أكلة سهلة وبسيطة، وكل حاجة أصلا غالية، فدخلي انت بقى بشطارتك، دخلي وجبة كده في الأسبوع. يعني مثلا يوم هنمشي النهاردة كبد جوانس، ممكن يوم فول، يوم عدس، يعني حاجات بقى انت وشطارتك. اعملي لك برضو اعملي لك عجينه طعميه، حبه فول كده برضو رمضان، بس ما تفرزيش بكميات عشان خاطر التلاجة ما تبوظلكيش الحاجه، الطعم بتاعها اصلا بتغير. بس كده كنت خلصت بقى، وهنوطي عليها عبال. عايزه نعمل مكرونه سهله جدا، هنوريكم طريقتها حلوه حلوه يعني. وادي الكبد والجوانس بص حلوه، وتعمليها سندوتشات، هتاكليها كده مع مكرونه مع طحينه، شيبسي، هتجلي بطاطس، يعني كله شغال. انت بس ورقه وقلم، ومفيش حاجه اسمها انا النهارده هناكل ايه، انا ناعيه هم النهارده، لا ورقه وقلم وهتلاقي نفسك الدنيا اتظبطت معاك. وكنت بقى عشان ده كان ياسين ابن صايم، بس فقلت نعمله فطار. بصراحه انا ما قدرتش نصوم لان كنت مجهده جدا، فقلت يا ربي لا انا نخلص بقى اللي ورايا عشان ننتبه بقى ايه شهر شعبان مش عايزه نفوته مني. فقطعت كده البرتقان وسلكت جزر، احلى عصير برتقان تشربيه بالطريقه دي، فايدة الجزر حلوة مع البرتقان. وكمان يعني البنجر حلو جدا، لما تحط يعني قطعة بنجر كده تزوديها في الأكل بتبقى حلوة خالص. أنا عايزة نجيبه والله عشان هو خلصان من عندي، وهنضربه بقى في الخلاط كده، سكر وخلاص على كده. ملك كانت بتعمل زينة رمضان، يا ماما مش عارفة عايزة نعمل ايه، فقلت لها خلاص اخترع اللي انت عايزاه، سايباها بحريتها عشان تبقى في فرحة في رمضان. كل سنة وانتم طيبين جميعا يا رب. وادي كوبايه العصير الحلو هيت، بصي حلو خالص، العصير الفريش احسن من العلب. بس الحاجة بقى هاتلك حبة برتقان عشان خاطر الموسم بتاعه يعني يعتبر في دخلة رمضان ان شاء الله، يمكن هتلاقي بسيط. فحاولي بقى هاتلك حبة برتقان، هو رخيص جدا، يعني مش عارفة 4 ب10 ولا 5 ب10. وملكة بقى عمال تزين جنبي وتعمل فوانيس رمضان وحاجات. بص بقى طريقة المكرونة دي طريقة سهلة جدا. كنت سلقة مكرونة اللي هي بتاعتنا العادية، تمام، وعندي كيس جبنة موتزاريلا. أسرع أكلة تعمليها بدل ما نشتري من بره طواجن، يعني في البيت حاجة البيت حلوة. معايا طماطم، عصير طماطم، عملتها صلصة طبعا، فلفل، ملح، كمون، حبة بهارات فراخ صغيرين،
ونزلت بالمكرونة بعد ما سلقتها، وكنت مولعة الشواية. هنعملها بقى طواجن، هنحط عليها ايه، جبنة موتزاريلا من على الوش. بصوا طواجن حلوة، بيبقى طعمها حلو. ده أكلة سريعة، انت بقى يعني حاولت نجربها لهم من البشاميل شوية، بس ده طعمها حلو وأكلة سريعة. مع الكبد والجوانس كان طعمها تحفة. كيس شيبسي ماشي، طبق سلطة ماشي. بس خلي بالك من المخللات والحوادق، عشان الأطفال الصغيرين بيبقى المناعة بتاعتهم قليلة، وما بيبقاش أعضائهم اكتملت، فانت كده بتديهم موالح. لا، خلي بالك من الموالح، يعني المخللات، الجبنة الحادقة، الكلام ده. أنا عاملة جبنة حادقة بس عيالي ما بياكلوش منها. جبت جبنة موتزاريلا بقى على الوش كده، ويا سلام سلم. بصوا الجمال، انا جوعت تاني، لا انا مش قادره انقاوم حقيقي. جوعت خالص. بصوا عامله ازاي، بجد تحفه. اسرع اكله تاكليها، اسرع وجبه تعمليها اصلا لما تكوني مثلا مشغوله ولا حاجه. بس الاساس الجبنه الموتزاريلا. طلعتها من الفرن، يعني انا حاساها الحمد لله كويسه، ونعمه وفضل في الايام اللي احنا فيه ده، نعمه وفضل يا رب من عندك. بصوا عامله ازاي، بجد روعه. اتفضلوا بقى معايا بألف هنا يا رب. وإن شاء الله نتمنى فيديو النهاردة يعجبكم، نتمنى يكون فيديو ما طولتش عليكم. أنا صدعتكم، بس حابة نديكم أفكار. يلا بقى، لكل أخت بتقولي دعيلي ربنا يجعلها في ميزان حسناتكم يا رب، اللهم آمين. في دينا من مصر، ربنا يوعدها بابن الحلال اللي يهنيها ويريح بالها يا رب، اللهم آمين. في أم الحبيب عبد السلام ومريم من الجزائر، ربنا يرزقك بالبيت الواسع يا رب، ويفرحك بفرح أولادك يا رب، اللهم آمين. في أم عمار من سوريا، هي عايشة في تركيا، ربنا يسعدك ويهنيك ويفرحك بأولادك يا رب، اللهم آمين، ويجيب لكم كل الخير يا رب يا أم عمار، اللهم آمين يا رب. في أم صلاح، ربنا يفرحك بفرح أولادك يا رب يا أم صلاح. في أم ركان، ربنا يحفظك ويبارك لك ويبارك في عمرك وفي عمر أولادك يا رب، اللهم آمين. في أم نضال، ربنا يسعد روحك الحلوة يا أم نضال، ويفرحك يا رب بأولادك وتشوفين في أعلى المراتب، اللهم آمين يا رب. أم نور من الجزائر، ربنا يفرحك بنور وبإخوتها يا رب، اللهم آمين. أم أحمد صلاح، ربنا يبارك لك في أولادك ويرزقك الرزق الواسع المبارك، اللهم آمين يا رب. في همس، ربنا يسعدك يا همس، اللهم آمين يا رب. في سارة من الجزائر، ربنا يرزقك الرزق الواسع المبارك يا سارة يا رب، اللهم آمين يا رب، ويهنيك ويسعدك، اللهم آمين يا رب. في ياسمينة الجميلة، ربنا يسعدك يا ياسمينة ويهنيك في بيتك يا رب، اللهم آمين. في حنان من السعودية، ربنا يسعدك يا حنان يا رب، اللهم امين. ام احمد من السعودية، ربنا يفرحك باولادك يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. الامارات، ام راشد، ربنا يسعدك ربنا يفرحك براشد ويسعدك يا رب ويفرحك باخواته، اللهم امين يا رب العالمين. اختي برضو تانية من السعودية، ربنا يسعد روحك ويسعد قلبك يا رب، اللهم امين. أم هنا من مصر، ربنا يفرحك بهنا يا رب ويسعدك في بيتك يا رب يا أم هنا، اللهم آمين يا رب. أسماء، ربنا يخلي لك فريدة ويخلي لك أخواتها يا رب، اللهم آمين. أم علي بالحلويات والمكسرات ربنا يسعدك يا أم علي ويفرحك بأولادك يا رب، اللهم آمين، ويرزقك الرزق الواسع المبارك، اللهم آمين يا رب. أم علي من الجزائر. في برضو جانا، ربنا يسعد روحك يا رب. أم كاكو، ربنا يفرحك بأولادك يا أم كاكو ويهنيك ويسعدك يا رب ويحفظ لك أولادك يا رب ويصلح حالهم، اللهم أمين يا رب. أم كاكو. في برضو أختي بتقول لي دعيلي، ربنا يسعد روحك يا رب، اللهم آمين. شيخة من الكويت، ربنا يسعدك يا شيخة يا رب ويهنيك يا رب، اللهم آمين. في برضو بنت العراق الجميلة، ربنا يسعدك يا رب، اللهم امين. ام صهيب احلام، ربنا يحفظك ويبارك لك في اولادك يا رب ويفرحك بفرحهم، اللهم امين يا رب. ام صهيب بنت فلسطين الغالية، ربنا يسعدك يا رب ويحفظ اهل فلسطين يا رب وبلاد المسلمين جميعا، اللهم امين يا رب. ام حمادة من سوهاج، ربنا يفرحك بحمادة وباخواته يا رب، اللهم امين. ام مالك، ربنا يحفظك يا رب ويهنيك ويسعدك في بيتك، اللهم امين يا رب. وام حماده، الف مليون مبروك لحماده، ربنا يفرحك بيه هو واخواته يا رب يا ام حماده من سوهاج، اللهم امين يا رب. ام امينه، ربنا يهنيك ويسعدك ويخلي لك بنتك ويحفظها لك يا رب، اللهم امين.
نورة حسن، ربنا يحفظك ويهنيك ويسعدك يا رب، ويحفظ لك والدتك يا رب ويديها الصحة والعافية، اللهم امين يا رب. في اختي برضو، ربنا يوعدك بالذرية الصالحة الفالحة يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ام هاني، ربنا يحفظك يا ام هاني يا رب ويجيب لك كل الخير يا رب. عروستنا الجميلة، ربنا يسعدك ويهنيك يا رب. اختي برضو من العراق، ربنا يهنيك ويسعدك يا رب، اللهم امين. ام احمد صلاح، ربنا يهنيك يا رب ويفرحك بفرح اولادك يا رب، اللهم امين. نتمنى يا رب ما نكونش نسيت اي اخت، واي اخت ما قلتش اسمها تكتب لي في التعليقات وانا تحت امركم. ربنا يجيب لكم كل الخير والسعادة وراحة البال يا رب، ويجعل يا رب بيوت المسلمين عمر يا رب، اللهم امين. نسيبكم يا اغلى الناس في رعاية الله. سلام عليكم.